صباح الخير وتعالى اخدكم معايا في يوم النهارده. بحاول اثبت عادات عندي اول ما اصحى ان انا اقرا الورد والاذكار وكمان شويه من كتاب. الفتره اللي فاتت معرفتش التزم ان انا انزل لكم فلوج، بس كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا التزم بالعادات بتاعتي، وكنت بشارك كده في الستوريز. بعد ما فطرت وعملت الايس كوفي اكتشفت ان المكتب فجاه وصل لمرحله كارثيه، وده عادي وطبيعي لان انا مش بيرفكت على طول. المهم ان احنا نحل الموضوع. كان ورايا كام حاجه على اللاب خلصتهم، وبعدين بدات في تجهيز الغداء. اول حاجه حطيت الفراخ في دقيق وملح وليمون ونقعتهم شويه، بعدين جهزت التتبيله التحفه دي وهي اساس الوصفه كلها. بعدين قطعت بطاطس وجزر وبصل، جزء من التتبيله حطيته على الفراخ والجزء التاني حطيته على الخضار. قلبت التتبيله في الخضار وسخنت الفرن. يا ريت الحقيقه سهله في ثواني كده زي الفيديو. ممكن تشوفوا كل حاجه في الفيديو سهله وبسيطه، بس انا حرفيا اخر اليوم ممكن انام على نفسي من التعب. المهم حطيت الفراخ المتبله، بعدين لفيت الصينيه، بعدين دخلتها الفرن مره على الرف الاولاني ومره على الرف اللي في النص. انا بحس فقره المطبخ دي الفقره المفضله ليكم في اليوم كله. بعد كده بدات ان انا اجهز الرز، كنت نقعاه شويه وبعدين حطيت التوابل من الميه وسبته يستوي، وبس. دي النتيجه النهائيه والطعم كان تحفه. واحلى حاجه ان انا بعمل اكل يكفيني كذا يوم عشان ما اقفش في المطبخ كل يوم. وبعد اللي حصل فيا النهارده ده فكان لازم اختم اليوم بشاور. وهنا تبدا فقرتي المفضله، فقره السكين كير. استخدمت سيروم فيتامين سي، وبعدها المرطب، بعدها كريم للعين. وقبل ما انشف شعري بحب استخدم سيروم عشان يحميه من الحراره، بعدهم الزيت والسيروم. اتعطرت وكده يومي خلص النهارده.